هنعرف مع بعض إيه هي الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد في اللغة الإنجليزية، ودي حاجة مهمة جدا لازم نعرفها عشان يبقى تكوين الجمل عندنا بعد كده سليم. طيب، هنفهم مع بعض كويس يعني إيه اسم يعد واسم لا يعد وإيه الفرق ما بينهم، وهنعرف كمان إيه الكلمات اللي بتيجي قبل الاسم الذي يعد وما ينفعش تيجي قبل الاسم الذي لا يعد، أو العكس اللي هي هتيجي قبل الاسم الذي لا يعد وما ينفعش تيجي قبل الذي يعد. وإيه كمان هي الأسماء التي لا تعد أساسا في اللغة الإنجليزية. ده غير في مفاجأة هنعرفها مع بعض بخصوص الأسماء التي تعد والتي لا تعد، ممكن تكون أول مرة هتسمعها. مع كمان هنعرف وحدات القياس التي تستخدم مع الأسماء التي لا تعد. فتابعوا معانا، دي حلقة مهمة جدا ولازم تبقى عارفها من أساسيات اللغة الإنجليزية. ما تنساش تجاوب التدريب اللي موجود في آخر الحلقة، هتجاوبه في تعليق تحت الحلقة وهيتم التصحيح ليك علشان تتأكد انت فهمت الحلقة ولا لسه. دلوقتي هنعرف مع بعض يعني ايه اسم يعد countable nouns أو أسماء لا تعد uncountable nouns. الاسم اللي بيعد يعني هو إن أنا أقدر أعده. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنا عندي دلوقتي كلمة أقلام، عندي مجموعة من الأقلام أقدر أعدهم؟ هقدر أعدهم. أقول مثلا أنا معايا قلم، معايا قلمين، دول 3 أقلام. طيب، مجموعة من السيارات هقدر أعدها؟ هقول دول سيارة، سيارتين، 3 سيارات، 4 سيارات، على حسب. يبقى الأسماء اللي بتعد حاجات أسماء ينفع إن أنا أعدهم. طيب، الأسماء التي لا تعد ما ينفعش أعدها. ينفع إن أنا أعد أنا عندي قد إيه بالظبط لبن أو حليب، هينفع أعد نقطة نقطة؟ ما ينفعش. كذلك مثلا لو الأرز، عندي مثلا كيلو أرز، هل هينفع أعده هو كام حباية؟ ما ينفعش. يبقى إذن في عندي أسماء في اللغة الإنجليزية، جميع الأسماء في اللغة الإنجليزية بتصنف لنوعين: نوع ينفع إن أنا أعده اسمه يعد أو countable nouns، ونوع ما ينفعش إن أنا أعده اسمه uncountable nouns. طيب، زي إيه؟ أو إيه مثلا المميزات اللي أنا هعملها لو الاسم ده بيعد أو الاسم ده لا يعد، أو الفرق ما بين كل واحد فيهم في المعاملة في اللغة الإنجليزية. مثلا الاسم الذي يعد زي كلمة car، أو أي اسم بقى ينفع إن أنا أعده، ينفع إن أنا أحط قبليه أدوات نكرة اللي هي a أو an لما يكون مفرد. يبقى أول حاجة ينفع إن أنا أحط قبليه a أو an، زي المثال اللي معايا لما أجي أقول a car سيارة. برضو ينفع أحط قبليه عدد، العدد اللي موجود من الاسم ده، زي ما احنا قلنا قلم واحد، قلمين، سيارة واحدة، سيارتين، 3. ينفع أحط قبليه عدد، زي ما أجي أقول one car، ينفع أقول two car، 3 cars، 4 cars. يبقى أي عدد ينفع أحط. الحاجة التانية إن أنا ينفع أجمعه بقواعد الجمع اللي احنا عارفينها، وطبعا هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في آخر الحلقة أو في الوصف. زي كلمة cars، هنا جمعت سيارة car، جمعتها فبقت cars، زودت لها الاس. على العكس بقى في الأسماء التي لا تعد، الأسماء التي لا تعد ما ينفعش أحط قبلها a أو an أدوات نكرة، زي كلمة mail. إيه ده، هي mail لا تعد؟ أيوة، mail يعني بريد، مش ايميل اللي هي البريد الإلكتروني، لأ،
ميل البريد، فكلمة البريد هنا لا تعد، فإذا ما ينفعش أقول a mail، غلط، ما ينفعش أحط قبلها أدوات نكرة. طيب ما ينفعش برضو أحط قبلها عدد، أمال عايزة أبين دول مجموعة أو دول حبة مثلا هقول إيه؟ some mail، بعض من البريد، لكن ما ينفعش أقول one mail أو two mails، غلط، ما ينفعش، هي بقولها some mail، يبقى إذا ما ينفعش أحط قبلها عدد. كمان ما ينفعش الاسم الذي لا يعد إن أنا أجمعه، يعني مش بيتبع قواعد الجمع، هو بيعامل مفرد، ما ينفعش إن أنا أجمعه. طب لو عايزة أبين دول جمع أو دول كتير، ممكن أقول مثلا a lot of mail، وهنعرف في باقي الحلقة مع بعض إزاي بنجمعه أو إزاي أبين إن الاسم لا يعد ده هل دول مجموعة ولا هل دول حاجة واحدة. فرق برضو مهم بينهم جدا، إن الأسماء اللي بتعد أقدر أعملها معاملة المفرد لو هي واحدة بس، حاجة واحدة من الاسم، أو إن أنا أجمع الاسم ده عادي ويعامل معاملة الجمع في اللغة الإنجليزية. في التصريفات بقى والأفعال والكلام ده هنجمع عادي خالص، لكن الاسم الذي لا يعد بيتعامل معاملة المفرد فقط في الجملة، يعني ما ينفعش إن أنا أجمع الفعل بتاعه مثلا أو أخلي الفعل يدل على جمع في اللغة الإنجليزية، لا، هو بيعامل معاملة المفرد، ودي حاجة مهمة أوي نخلي بالنا منها. زي الأمثلة اللي معايا دي، زي لما أجي أقول there are some cars in the street، هناك بعض السيارات في الشارع. نلاحظ كده هنا are اللي هي باللون الأصفر ده الفعل verb to be، وجاي هنا كفعل أصلي في الجملة. طب ليه حطيت are ما حطيتش is مثلا اللي هي المفرد؟ are دي بتدل على الجمع، إن الفاعل اللي عندي أو المفعول لو في جملة there هيبقى جمع، زي كلمة cars اللي هي باللون الأحمر هي هنا جمع، فإذا ما ينفعش أقول there is some cars، لا، ليه؟ لأن cars اسم يعد وجمع جمعته، فإذا هخلي الفعل اللي عندي جمع are بيدل على الجمع. طيب المثال التاني عشان نوضح الفرق أكتر، there is some traffic in the street، هناك بعض الازدحام المروري في الشارع. فهنا نلاحظ كلمة is اللي هي باللون الأصفر مفرد، حطيت is اللي هي بتدل على إن المفعول أو الفاعل اللي عندي مفرد. حلو جدا. طيب traffic ليه هنا؟ هل جمعتها؟ لأ. ليه؟ لأنها اسم لا يعد، بتصنف من الأسماء التي لا تعد، فزي ما احنا قلنا احنا هنا بنعاملها معاملة المفرد في الجملة، فإذا الفعل هنا لازم يدل على مفرد، ما ينفعش يدل على جمع. حتى واحنا حاطين كلمة some اللي هي ما بينهم برضو بعامله معاملة المفرد، أنا ليا دعوة بالفاعل اللي عندي أو المفعول في جملة there، فهيبقى هنا هنحط is ليه؟ عشان تدل على المفرد، لأن زي ما احنا قلنا إن الاسم الذي لا يعد لا يجمع أو يعامل معاملة المفرد في الجملة. دلوقتي هنشوف مع بعض ايه هي الكلمات اللي بتيجي قبل الاسم الذي يعد، بتدل مثلا على الكمية بتاعته أو على العدد بتاعه، زي مثلا كلمة ايه؟ كلمة one، واحد، ينفع أشيل one وأحط أي عدد 1 2 3 4 أي عدد. زي كلمة برضو some يعني بعض، كلمة several العديد، أو a lot of
الكثير من، أو كلمة many كثيرا. a few يعني القليل منه. الأسماء دي أو الكلمات دي أقدر أستخدمها مع الاسم الذي يعد. نخلي بالنا الاسم الذي يعد، زي المثال اللي معايا دلوقتي I get some letters every day. أنا أحصل على بعض الخطابات كل يوم. نلاحظ هنا إن أنا حطيت some اللي هي باللون الأبيض ما بين get الفعل اللي عندي و letters اللي هي باللون الأحمر. ونلاحظ إن letters الخطابات آخرها s. ليه؟ عشان أنا جمعتها، لأن هو اسم يعد فينفع إن أنا أجمعه، وهيعامل معاملة الجمع عادي خالص، بمعنى إن هو ينفع يحط تبع قواعد الجمع. فهنا زي ما شفنا إن إحنا قدرنا نستخدم كلمة some، ولاحظنا مكانها موجود فين، ما بين قبل على طول الاسم الذي يعد. بالنسبة بقى للكلمات اللي بستخدمها قبل الاسم الذي لا يعد، تمام، فهي كلمة some بعض. فإذا some أقدر أستخدمها قبل اللي يعد واللا يعد، الاتنين هي شغالة عادي. كذلك كلمة of تنفع مع هنا وتنفع مع هنا. لكن بقى كلمة much بتيجي بس قبل الاسم الذي لا يعد اللي هي معناها كثيرا. كذلك كلمة a little بمعنى القليل برضو بتيجي قبل الاسم الذي لا يعد. زي لما أجي أقول I get some mail every day. أنا أحصل على بعض من البريد كل يوم. هنا نلاحظ إن إحنا جبنا كلمة some وقلنا عادي بتيجي قبل الاسم الذي يعد أو الاسم الذي لا يعد. بس نلاحظ هنا كلمة mail باللون الأحمر إن أنا ما جمعتهاش. ليه؟ لأن زي ما قلنا الاسم الذي لا يعد ما ينفعش إن أنا أجمعه، هو بيعامل معاملة المفرد. حتى لو أنا في الترجمة بدل على جمع، لا، هو بيفضل يعامل معاملة المفرد. فهنا some هي تعتبر كأنها الجمع اللي أنا بدل على إن هو بعض منهم، إن هو كذا واحد أو كذا حاجة. أوكي، دلوقتي هنشوف مع بعض الأسماء التي لا تعد في اللغة الإنجليزية. وزي ما قلنا إن إحنا ما ينفعش نجمعهم أو ما ينفعش أستخدم قبلهم أدوات نكرة زي a أو an، وما ينفعش إن أنا أحط قبلهم عدد زي 1 2 3 هكذا. طيب إيه الأسماء دي؟ زي كلمة money نقود. إذا النقود لا تعد؟ أيوة، ما ينفعش إن أنا أعدها وما ينفعش إن أنا أجمعها، ما ينفعش إن أنا أحط قبلها a أو an. بينطبق عليها وتعامل معاملة المفرد، بينطبق عليها كل قواعد الأسماء التي لا تعد. زي كلمة mail بريد، كلمة fruit فواكه أو فاكهة، كلمة food طعام، كلمة information معلومات، هي بالجمع بالعربي جمع أو معلومة، تمام. فهي بالإنجليزي هتفضل زي ما هي information. ما ينفعش أقول informations زي ناس كتير بتقول، لأ هي مش بتتجمع. زي كلمة bread خبز، كلمة time الوقت بمعنى الوقت، كلمة homework اللي هو الواجب المنزلي، كلمة music الموسيقى، traffic المرور، vocabulary الكلمات ما ينفعش إن أنا أجمعها، كلمة poetry شعر ما ينفعش إن أنا أجمعها.
المفاجأة بقى اللي معانا النهاردة إن إحنا عندنا بعض الأسماء في اللغة الإنجليزية ينفع إن هي تيجي كأسماء تعد أو أسماء لا تعد، يعني ينفع ينطبق عليها قواعد الأسماء اللي هي تعد إن هي تتجمع، إن هي يجي قبلها أدوات نكرة زي إيه أو إن، أو يجي قبلها عدد، أو يجي قبلها الكلمات اللي بتيجي مع الأسماء التي تعد. وفي نفس الوقت ينفع تاخد قواعد الأسماء التي لا تعد، إن هي برضه ما تتجمعش وتعامل معاملة المفرد في الجملة، أو إن هي ما يجيش قبلها إيه أو آن، أو يجي قبلها الأسماء أو الكلمات اللي بتدل على الاسم الذي لا يعد. زي إيه الأسماء دي؟ زي كلمة glass زجاج، كلمة hair شعر، light ضوء أو النور، paper الورق، time الوقت، work العمل، coffee القهوة، chicken دجاج، fish السمك، lamb اللي هو الحمل أو الخروف الصغير، iron الحديد. زي مثلا ما هنشوف في المثال اللي معايا، كلمة fish ممكن أستخدمها مرة كاسم لا يعد، وممكن كاسم يعد. زي لما أجي أقول I had some fish، أنا أمتلك بعض السمك. هنا ليه عرفت إن هي اسم لا يعد؟ عشان fish هنا أنا ما جمعتهاش، خليتها مفرد زي ما هي. تمام. وكلمة some اللي هي باللون الأحمر بتيجي مع الأسماء التي تعد أو الأسماء التي لا تعد. بس هنا أنا ما تعتبر من الأسماء التي لا تعد. ليه؟ لأني خليتها زي ما هي مفرد، عملتها معاملة المفرد. طيب لو حبيت أعملها بقى كمعاملة الاسم الذي يعد، هقولها إزاي؟ I had a fish، أنا أمتلك سمكة. طب هنا عرفت منين إن هي تعد؟ لأن حطيت قبلها أداة نكرة وهي a، وطبعا أدوات النكرة ما بتجيش غير قبل الأسماء التي تعد. فإذا هنا كلمة fish ينفع إن أنا أستخدمها كاسم يعد أو اسم لا يعد، كذلك الأسماء اللي موجودة قصادنا. دلوقتي هنعرف مع بعض إيه هي وحدات القياس اللي أنا أستخدمها مع الأسماء التي لا تعد. طبعا احنا قلنا ما ينفعش أحط قبلها أعداد، أقول مثلا ده حليب 1، 2 حليب، 3 حليب، لا ما ينفعش. أمال بستخدم بدلهم، بدل العدد دوت بستخدم وحدات القياس اللي احنا هنقولها دي. زي ايه؟ cup of فنجان من، piece of قطعة من، bar of شريط من، glass of كوب من، gallon of جالون من، bowl of صحن من، sheet of لوح من، bottle of زجاجة من، tube of أنبوبة من، pound of رطل من، spoonful of ملء ملعقة من، liter loaf of رغيف من، quart of يعني معناها ربع جالون من، كيلو اللي هو الكيلو. زي المثال اللي معايا دلوقتي أقدر أستخدم الكلمة، يبين لي إزاي بستخدم الكلمات دي. زي لما أجي أقول I bought a bottle of milk، أنا اشتريت زجاجة من الحليب. هنا نلاحظ كلمة a bottle of اللي هي باللون الأحمر جاية عشان توضح لي كمية الحليب اللي أنا اشتريتها، اشتريت قد إيه، زجاجة ولا 2 ولا 3، العدد بتاعها. فهي هنا a bottle of زجاجة واحدة من الحليب. دلوقتي قبل ما نختم حلقتنا هتحل التطبيق ده في التعليقات، يعني هتكتب حلك في تعليق تحت الحلقة وهيتم تصحيح التعليق علشان تتأكد انت فهمت الحلقة كويس ولا محتاج تشوفها تاني، وإن شاء الله هكون في انتظار حلكم في التعليقات. وبكده يبقى انتهى درسنا النهاردة، فياريت ما تنسوش تتابعوا معايا الدروس الجديدة والمسابقات اللي هتتم على القناة وعلى الصفحات بتاعتي.